مساء الخير على حضراتكم جميعا، ويا رب الجميع يكون بخير. أخبار سارة لجمهور النادي الأهلي. قناة أبو ظبي الرياضية تعلن إذاعة كأس السوبر أو السوبر ليج الإفريقي مجاني، وتتعاقد مع المغربي عزيز بودربالة وسيد عبد الحفيظ للتحليل. خبر صار جدا لجمهور الأهلي. محمد مجدي قفشة وأحمد عبد القادر ينفون ما تردد حول الرحيل في يناير لعدم المشاركة أساسية. مارسيل كولر يدرس جديا الدفع بأكرم توفيق في مباراة سان جورج الأثيوبي، سواء كان ذهاب أو إياب. يعني ممكن يديله دقايق علشان يطمن على حالته إن شاء الله. بنتمنى الأكرم التوفيق يا رب، والإصابة ما تتجددش تاني. الأهلي يتحمل إقامة فريق سان جورج الأثيوبي ذهابا وإيابا حتى تذاكر الطيران. ليه بقى؟ علشان زي ما قلت لكم في الفيديو بتاع الصبح، المباراتين إن شاء الله على استاد القاهرة. الأهلي هيتحمل إقامة سان جورج أسبوع وتذاكر الطيران ذهاب وعودة. وقائد الفريق في تصريح: نحن جاهزون لمواجهة الأهلي ومستعدين جديا. صحيح ان الدوري الاثيوبي لسه ما بدأش، بس خضنا لقاءين وديتين وتعادلنا في مباراة وفزنا في الأخرى. تذكرتي تطرح تذاكر مباراة سان جورج من 75 جنيه ل 350 جنيه. كريم نتفيد يحتاج إلى 3 أسابيع للتعافي من الإصابة إن شاء الله. كريم نتفيد واحد من الرجالة أو اللاعيبة الرجالة، بنتمنى له العودة سريعا إن شاء الله، وهيكون إضافة لوسط الملعب. أما الزمالك بالناشئين أو بشباب الزمالك، طبعا أقل حاجة يتقال عليهم شباب، لاعيبة رجالة. كتير من النقاد والمحللين طلع قال لك ان الزمالك ما لعبتش كوره واسوريو ماهوش مدرب. لا، ده انت قدامك فريق عامل صفقات بمليار. تمام. اما الزمالك موقوف عنها القيد. لاعيبه الزمالك وانا بقراهم امبارح بصراحه ما كنتش مصدق ان دي لاعيبه الزمالك. لا، لاعيبه الزمالك رجاله، ومبروك على النقطه، وان شاء الله الجاي احسن باذن الله، ونتمنى للزمالك التوفيق والبيراميدز ايضا. قميص الزمالك الجديد في الموسم 23-24 كان ظهر النهارده في الإعلام. بصراحة تحفة، بصراحة حاجة تحفة. يمكن جمهور الأهلي يزعل منه ولا كده، لا، قميص شياكة. ولو وصلت معايا لحد هنا يا ريت تشترك في القناة. لو معايا على اليوتيوب اشترك في القناة وفعل زر الجرس، ولو معايا على الفيسبوك يا ريت تتابعني، اخبط اللايك. تصبحوا على خير.